يا صباح الفل على عيونكم، عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال وراحه بال، اللهم امين. النهارده يوم جديد، فيديو جديد جاي لكم النهارده كده بفضل الله سبحانه وتعالى. فيديو كده ان شاء الله تستفادوا فيه، كمان مكملين نهايه الفيديو زي ما متفقين عن وصفه من اختياركم، وصفه طبيعيه جدا من البيت. طبعا كل واحده حبيبه قلبي نفسها في اي حاجه طبيعيه. ارجع عيد تاني عشان مشتركين يا حبايب قلبي اللي منوريني ونوروني، يعني لسه جدد في القناه وكده. كل اللي نفسك فيه ان شاء الله بفضل الله هنعمله في القناه بس بتوفير. نفسك مثلا وصفه للشعر هنعملها في القناه بالتوفير، نفسك في حاجه للتبييض هنعملها، للتسمين، للتنحيف، لأي حاجة نفسك حاجة تجميلية هنعملها في البيت من دون أي تكاليف. حاجات كلها طبيعية 100%، ونتائج يعني النتائج بتاعتها جبارة 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 بمعنى أصح. برحب بقى بكل مشتركين الجدد اللي نوروني وكده وشرفوني في قناتي. كمان مش ناسي حبايب قلبي اللي معايا من أول ما فتحت القناة، بقول لكم وجودكم في القناة على عيني وعلى راسي. ربنا يا رب يفرح قلوبكم ويعزكم دايما، ما يذلكم لحد ويجبركم هيرزقكم من حيث لا تحتسبوا، اللهم امين. كله يقول امين يا بنات. ويلا بينا نبدا الفيديو بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. كله يصلي على النبي بنيه الفرج والرزق الوفير والبركه في الصحه وفي العمر والبركه في الولاد، وان ربنا يرزقنا يعني حسن برهم يا بنات، وان هم ربنا يصلح حال اولادنا ويجعلهم دايما حنينين علينا، اللهم امين. النهارده الفيديو بقى جاي اقول لك ازاي يكون عندك دخل شهري تمام ثابت كده من غير مجهود. طب ازاي يا مسك؟ انا اولا ده من غير شغل ومن غير اي حاجه. عايزاكي تفتكري نفسك، عايزاكي انك اول ما يعني هقولك كده على كذا تكه ان انت يبقى ليكي دخل شهري من غير ما تشتغلي. كمان هقولك على حاجات ازاي توفري الفلوس اللي انت هتاخديها لنفسك دي من غير ما تحسي بتكات كده. كملي الفيديو للنهايه علشان ان شاء الله تستفادي. طيب بصوا حبايب قلبي، اول حاجه ماشي ان انا اما اجي القبض مثلا، سواء جوزي بيديني الفلوس القبض الشهري الكلام ده بيديني 3، بيديني 2000 ونص، بيديني 4، على حسب كل طبعا حد بايه الميزانيه بتاعته كده. شيلي لنفسك 200 جنيه. ال 200 جنيه دولت ادخلي بيهم جمعيه. ال 200 جنيه دولت اشتري بيهم احتياجاتك الشهريه اللي هو حاجه لنفسك انت. ال 200 جنيه دي ممكن 200 على 200 شهرين شاريه لك عبايه، تشتري لك بيجامه حلوه ب 200 جنيه، تشتري لك مثلا عايزه تحوشي مثلا شهرين على بعض وتجيبي لك حاجه ليه وعشان ايه. وانتي بتقولي كده يا مسكي امال فين التوفير؟ عايزه اقول لك يعني ايه، كافئي نفسك. ما تستنيش ان حد يكافئك، ما تستنيش ان جوزك تمام يجي يقولك انا مثلا معظم الازواج طبعا لما راح مربي يقولك مثلا ايه ماشي مرتبك الشخصي، وفي ازواج تانية مفيش مرتب شخصي، يا دوبك ده انا شغاله على اخري وده وده وده. فكون ان مثلا تلاقي جوزك بيشرب سجاير بيصرف له مثلا علبه وعلبتين في اليوم، بيحصل كده مثلا على مرتبه في نهايه الشهر مثلا مش اقل من 1000 جنيه سجاير ويمكن ازيد. تمام. وتلاقي انت نفسك ما خدتيش اي حاجه، كله ضايع على الاكل وعلى الشرب وتربيه الولاد. طب ما هو ده هدفنا يا مسك، ما هو ده هدفنا ان احنا نربي اولادنا. بس ما تنسيش نفسك، ما تفتكر يعني ما تنسيش ان في يوم من الايام بنوتك الجميله دي هتكبر، ويوم ما تروح تشتغل هتشتغل عشان تساعد في جهازها، علشان تجيب لنفسها اجهزه ان هي ان شاء الله اللي هتتمتع. طبعا ربنا يمتعهم في حياتهم، وده يعني احنا سعينا وجهدنا كله في الحياه عشان ولادنا. بس ما تنسيش نفسك، ما تخليش نفسك تتعبي نفسيا وتتعبي عصبيا وفي الاخر تلاقي نفسك انتهيتي وانت لسه يعني حرام عمرك صغير في السن. فعايزاكي قبل ما تبصي لولادك وقبل ما تبصي لزوجك بصي لنفسك. مش شرط مثلا انك تتقوي بقى على عيشتك والكلام ده، لا، دي حاجة هتديكي باور وطاقة تخليكي تكملي. طيب يا مسكي ده المرتب على القد ازاي هشيل؟ عايزة اقولك كذا حاجة كده هيشجعوكي انك تشيلي اكتر. ما بصيتيش لنفسك ليه لما ولادك ان شاء الله هتكبريهم وهتعلميهم وده وده، والولد مثلا هيبقى شاب وبعد كده هيشتغل علشان يجهز شقته وده وده وده، وبعد ما يتجوز ان افتكرك بحاجه خلاص او عمل لك مرتب شهري صغنن كده، مراته مش هتبقى بصي بقى طايقه الموضوع ده. ده احنا ولادنا اولى، ده مش هيقول ان مامتك دي هي اللي ربتك وهي اللي تعبت عليك وهي اللي كانت بتحرم نفسها مثلا ان هي تجيب لها عبايه او تجيب لها جهاز كهربي في البيت يريحها، او مثلا تجيب حاجه لنفسها. ده ساعات في ستات بيستخسروا في نفسهم العلاج يا بنات علشان ولادهم. عايزه اقول لك حاجه، دايما لو تلاحظي انك مثلا لو عامله 4 منابات وجا ضيف انت اللي بتضحي بمنابك.
مثلا لو جالنا مثلا اي ضيوف او ده انت دايما اللي بتضحي بالجزء بتاعك. ما تلاقي جوزك ما بيضحيش، وحد من ولادك ما ينفعش يضحي، دول اطفال، وتلاقي نفسك انت دايما اللي تنازلات. تلاقي نفسك لو كل اشترى لبس العيد، وممكن زوجك يشتري عباية او يشتري بنطلون ان هو يروح يصلي بيه او ده او قميص او تيشيرت او كده، وتلاقي نفسك انت مع الدنيا زنقه ما بتشتريش لنفسك حاجه. بالله عليكم كلامي صح ولا لا؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات وشاركوني. ليه تعملي في نفسك كده؟ ما تحرميش نفسك من حاجة علشان ما تجيش في الاخر نفسيتك تتعب، وتيجي في وقت اللي انت ما انتش قادرة تكملي. لا، ادي لنفسك طاقة، خليكي قدها وقدود، خليكي لحد اخر نفس فيك انك ما شاء الله، ان انت دايما الام اللي هي الحاجة. بصوا عايزة اقول لكم، عمر ما كان الاستهتار بالنفس او اللي هو اهمال نفسنا او ده هو اللي هيعلينا في وسط ولادنا، بل بالعكس، ده ساعات بيجي علينا، وساعات الزمن بيدوس عليك اكتر. يعني عايزه اقول لك ايه، دايما بلاحظها كده يا بنات، اللي بيهين نفسه، تمام، استغفر الله العظيم يا رب، مش اللي هو بقى زي ما الناس بتقول ربنا بيهينه، لا، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يعزكم دايما وربنا يعني رحيم غفور. بس دايما اللي بيهين نفسه الدنيا بتيجي عليه. لكن دايما كده بتبصي لواحده ما شاء الله ما بتستخسرش في نفسها حاجه، ده بتشتري لنفسها كذا كذا كذا، ومش مهم اولادها، تلاقي دايما الدنيا ما شاء الله واولادها تحت رجليها وجوزها تحت رجليها، لكن دايما اللي مستهتره بنفسها وما بتلبسي حاجه كويسه وما بتفكرش في نفسها ودايما بتضحي علشان زوجها وعشان اولادها، تلاقي الدنيا كلها دايسه عليها ومحدش عامل لها اهتمام، ومحدش معلش يعني في نظره ان هي اساسا حاجه، حتى معلش الا من رحم ربي، حتى زوجك. في ازواج تقدر الكلام ده، وفي ازواج لا، بتبقى حاجه عاديه بقى. تمام. مين قال ان الست اللي بتقول مثلا نعم وحاضر وتبقى شايله كل حاجه فوق دماغها ان هي دي الست بقى اللي واو البراند يعني لا، مش قصدي البراند، قصدي يعني اللي هي بقى الحاجه العاليه خلاص. بل بالعكس، دايما الست اللي مهتمه بنفسها، مهتمه بشياكتها، مهتمه باناقتها، مهتمه ببيتها وميزانيتها وده وده وده، لكن نفسها قبل اي حاجه. تمام. هي دي برضو اللي هي التوب، هي دي التوب عند زوجها وعند ولادها. فمش عايزاكي تنسي نفسك، ما تستخسريش في نفسك انك تقبضي مثلا 3000 جنيه منه للميزانيه، خليهم 2800، اعتبريهم ان هم 2800، شيلي 200 جنيه لنفسك. اذا كنت عايزه تشتري حاجه تجميليه لنفسك، اذا كنت عايزه تشتري مثلا مج حلو كده لنفسك، مش شرط عشان تجيبي لنفسك مج تنزلي تجيبي بقى السته الدسته واحده عشانك وعشان اولادك وعشان زوج. طب افرضي معكيش فلوس اللي على القد ده، بعد ما اشتريتي متطلباتك الشخصيه، اشتري حاجه لنفسك، عرفيهم دي حاجه ماما، ان ماما ليها حاجات شخصيه محدش يستخدمها، سواء مجك، سواء اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، حاجه شارياها لنفسك خلاص، ازازه برفيوم حلوه مش شرط بناتك تستخدمها معاكي، اللهم صل على النبي، مثلا مشط جميل ده بتاعي كده، دي مش انانيه اولا خلاص. في حاجات انك ممكن تتعاوني مع ولادك فيهم، لكن خلي لنفسك حاجه كده معينه، يبقى دي بتاعت ماما. مثلا انا مسك عندي هدوم وعندي وده خلاص يا ستي، ادخلي جمعيه كل شهر ب 200 جنيه، وبعد ما تقبضيهم، سواء هتقبضيهم 2000 2000 ونص 4 5، اشتري لك ان شاء الله لو ربع جرام ده، ان شاء الله لو حلق صغنون كليبس كده تبدليه، مع لو انت مثلا في ودنك خرمين ولا كده تحطيهم، ما عندكيش خرمين بدليه ما بين الحلقه، ده تغيير. اشتري لنفسك دلايه صغيره، واشتري لو معكيش دلوقتي تشتري مثلا كاتينا، دي اشتريها كاتينا ستانلس مثلا وحطي فيها الدلايه الذهب دي. المهم ان انت تبقي عامله لنفسك كيان، تبقي عارفه ان لو لا قدر الله الزمن جه في وقت جرى عليكي او زوجك او ده وده وده، اللي هو مش يا ريت اللي جرى مكان وبيعدي مثلا بعد ما اوصل لسن 40 و50 سنه واقول انا فين عمري في ده كله، ده انا معيش خاتم، ده انا معيش دبله، ده انا معلش لو زوجك طلع بص بره بعيد عنكم بعيد عن السامعين يا رب، هتلاقي نفسك عمرك اتدهور كله، ده انا طول عمري بضحي، ده انا طول عمري مثلا حارمه نفسي من ده وده وده. هو مش هيقولك لا كتر خيرك، بل بالعكس. فاهماني؟ الستات القويه بقى لما بتعمل كده ويحصل لا قدر الله حاجه كده، لا بيحسوا الحمد لله ان الهزيمه ما بتبقاش كتيره، يعني ما بتحسيش ان انت اللي هو انكسرتي كسر جامد. ربنا ابدا يعني ما يذلكم لحد ابدا، ويعزكم دايما في حياتكم. فدايما ما تستخسريش في نفسك انك تشيلي 200 جنيه دي. بنوتك بكره تكبر وتشتغل وهتتجوز، وابنك بكره ان شاء الله ربنا هيرزقه زوجه صالحه بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وهيتجوز. كل واحد هيبقى اولى بعيشته، وكل واحد هيبقى في عيشته. هيجولك زيارات، لكن مش هيدوا قوي زي ما انت كنتي بتدي وهم صغيرين. مش معنى كده برضو انك نقول لك تهملي فيهم. خلي ان انت مثلا اللي تيجي تبصي تقول ده 200 جنيه دول اجيب بيهم اكله في البيت ولا الكلام ده، بصي ان انت لا قدر الله لو ابنك او بنوتك تعبت، تمام، هتنزلي جري، اللي هو مش هفضل اقول ده التلات على قد الاكل والشرب بس، حتى لو معكيش فيهم هتاخديهم كلهم وتنزلي. المهم اشوف دكتور، اشوف علاج ان ربنا يشفي لي ابني، واجيب له العلاج كله اللي الدكتور قايل عليه والكشف كله، مش هتستخسري فيه حاجه. فانت كمان وقت ساعتها ممكن
تضحي ب 500 جنيه او ب 1000 جنيه كشف وعلاجات، وساعتها هتحاولي على قد ما تقدري تمشي نفسك بال 2000 جنيه. فما فيش مانع يا ست الكل انك ما تستخسريش في نفسك. المهم طولت عليكم في البند ده، تعالوا بينا بقى نخش على تاني حاجه، وهي اللي هو ازاي طيب اللي انا احاول حتى اللي ما احسش بال 200 جنيه اللي انا اخدتها لنفسي دي. ولسه في كلام كتير قوي جاي لكم فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ان احنا نصحصح لحياتنا، ازاي تعدلي حياتك، ازاي حياتك تتغير للافضل والاحسن بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تاني حاجه، تمام، دايما عايزاكي قبل اي حاجه يا بنات حبي نفسك، دلعي نفسك، اعملي لنفسك مصروف، ده مش خساره فيكي، انت تستاهلي اكتر من كده كمان. دايما قولي لنفسي انا الحمد لله راضيه وده بس بفضل الله سبحانه انا قدها وقدود، وان انا قد ان انا ابقى ست كده يعني اللي هو توب في كل حاجه. خلاص. تاني حاجه اللي يوفر لي في البيت، دايما اتصدقي. دايما لو نازله السوق اعملي يعني اعملي ايه، ساندوتش جبنه مثلا بعد فطار ولادك وكده، وانتي نازله خدي اديه لاي حد قاعد على رصيف، اي بنوته ماشيه، بيبقى في اطفال كتير اللي بيبيعوا عسليه واللي راضي حد مثلا فيهم كده. ده لو في كون انك معكيش فلوس يعني. اعملي مثلا جرد للحاجات اللي عندك، واشوف ايه اللي بستخدمه كتير واجيبه. يعني مثلا ما اروحش اجيب اكله مثلا ولادي واحد فيها بياكلها والتلاته لا، او واحد فيهم بياكلها والباقي انا وباباه ومامته، انا وباباه مثلا واخته ما بناكلهاش، لا، اجيب الاكلات اللي كلنا بناكلها، علشان ما اضطرش ان انا اعمل بند تاني في الاكل. يعني مثلا انا جبت مثلا باميه، خلاص، والله اتنين بياكلوها واتنين لا، اللي هو مثلا انا وبابا بناكلها، انا وجوزي بناكلها وولادي مثلا ما بياكلوهاش، يبقى ارجع ان انا اطبخ لهم حاجه تانية، يبقى اصبح ان انا كده معلش هدرت في الميزانيه. لا، كمان عايزه اقول لك، يبقى ده اول حاجه اللي هو اكله واحده بس للكل بياكلها، ما اروح اعمل الصنف ده، اصل دي ما بتاكلش الكنتاكي، دي عايزاها مشويه في الفرن، اصل دي مثلا عايزه ستريبس، اصل دي لا ده عايزه بانيه، لا، اعمل اكله الكل متفق عليها. يبقى واعمل جرد للحاجات واشوف ايه اللي انا بستخدمه اكتر، اللي هو مثلا انا اخدت المرتب بتاعي ادور في الضرفه بتاعه الخزينه، ادور في التلاجة واكتب الحاجات اللي عندي قبل ما انزل اجيب، اكتب الحاجات اللي عندي وبعد كده اعمل المنيو على الحاجات اللي عندي وازود بقى فوقيها. خلاص. وكذلك ان شاء الله لو حتى في شويه بهارات. كمان عايزه اقول لك لازم بتعملي المنيو بنات، تعملي يعني حساب للفطار والغدا والعشاء، مش اللي هو انا اعمل منيو واهتم بالفطار والغدا واقول العشاء اي حاجه، لا. لو انت عارفه ان النص كيلو الرز اللي انت بتعمليه في الغدا ده، ما تضحكش على نفسي واقول ايه وبقيه الغدا للعشاء، طب ما هو ممكن النص كيلو ده يخلص في الغدا كله، وانا عارفه ان انا مثلا استخداماتي النص كيلو رز او كيلو رز او كيلو الا ربع رز، وارجع تاني ادور هياكلوا ايه في العشاء، لا، ابقى عامله مثلا حسابي ان انا والله النص كيلو ده طاقه واحده، ابقى انا عامله حسابي ان انا هاجي في اول الشهر اشتري شويه بليله مثلا واسلقهم وهعبيهم في اكياس، يبقى انا هطلع في اليوم ده كيس بليله. طب انا اليوم اللي بعديه هعمل كيلو وربع رز، ده الربع كيلو وربع ده مثلا هيكفوني غدا وعشاء، ابقى انا عارفه كده. لازم تحسبي فطار غدا وعشاء، ليه؟ علشان ما اجيش لا قدر الله مش عامله حسابي لكده، يجي ولادك يجوا في اخر الليل مثلا، احنا في اجازه والناس بتسهر وده ماما هاتي نجيب سندوتشات من بره، ماما هاتي نجيب علبتين كشري، ماما هاتي معلش من اول شارع سندوتشات كبده وسجق نجيب. مره مع مره لو عملتي كده يومين ثلاثه في الشهر، هتلاقي الميزانيه خربت معاكي، هتلاقي نفسك كده صرفتي بتاع 400 500 جنيه ما كانوش في الحسبان. فلا، اعملي حساب لكل حاجه. كمان عايزه اقول لك، اما اجي اعمل الميزانيه بتاعتي، انا مثلا اخدت ال 2800 جنيه او ال 2000 جنيه، ما اروحش اطلع 1000 جنيه بند لحوم وبعد كده بقى ادور على الخضره، اصل ده اهم حاجه اللحوم يا مسك، لا. اعملي لنفسك اول حاجه بند اللي هو الخزين، اللي هو المكرونه، الرز، الفاصوليا، اللوبيا، الحاجات دي كلها. يعني الفاصوليا ممكن نعملهم وتاكلوا بعيش، الرز والمكرونه دول حاجه اساسيه. شوفي مثلا العدس، الكلام ده. خلاص. بعد ما جبت الخزين والشعريه والكده، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر. بعد كده اقوم عامله الخضار، اللي هو مثلا هجيب بقى اشوف الطماطم هتكفيني قد ايه في الشهر، مش شرط اجيبها كلها مره واحده، ممكن تقسمي الخضار على كل 10 ايام انزل اجيب، او على كل اسبوع في الصيف اللي احنا فيه ده. عامه في الشتاء ساعات الواحد بيقعد بالاسبوعين ينزل مرتين يجيب الخضار، لان طبعا احنا عارفين في الشتاء كل حاجه الحمد لله بتستحمل، لكن في الصيف هو يا دوبك الاسبوع. فتجيبي مثلا كل اسبوع وتعملي حسابك في بند فلوس معين للخضار هيكفيني طول الشهر. بعد كده المنظفات، بعد كده بشيل 10% للطوارئ، لكشف لا قدر الله، لأي يعني حاجة طارئة.
خلاص ببقى شايلاها كده، ما جاش كشف ممكن يجي لي نقط لحد، ممكن حد يكون جاي منقطني في ولادي، في ده بنتها نجحت، ده حصل ظرف عندها، اروح اساعدها بحاجه على 10% للنقط، تمام، للطوارئ عامه. بعد كده ادور للحوم، والله اتبقى عندي 800، اتبقى 700، اتبقى 1000، كل واحد طبعا على حسب المرتب بتاعه. في وقت ساعتها ان انا اقدر اسستم نفسي في الموضوع ده. اللحوم مثلا والله اتبقى 800 جنيه، ابقى انا عارفه والله طب احنا من عيالي بيحب اللحم اكتر، بس والله انا في مقدرتي ان انا اجيب كيلو الا ربع لحمه بس وامشي الباقي بالفراخ عشان يكفيني طول الشهر. لا ده انا ولادي بيحبوا الفراخ اكتر، يبقى وقت ساعتها اجيبها واطلع منهم شرايح بانيه، واطلع مثلا دبابيس كنتاكي، واطلع مره في بطاطس، واطلع مثلا مره اللي هو الحوايج بتاعتها، يعني اللي هي الكبد والقوانص والكلام ده والاجنحه، اعمل بيهم حاجه تانية كده، وابدا تسستمي نفسك. طب انا ولادي بيحبوا اللحمه القطع اكتر من المفروم، بس انا ميزانيتي ما تسمحش بكده، انا ممكن اجيب لهم كيلو الا ربع، نعمل طاقه مثلا كده مع محشي مع حاجه، او اجيبها شرايح مثلا مع محشي او اي حاجه، والباقي اجيبه مفروم، نعمل بشاميل، نعمل جلاش، نعمل معلقتين مفروم اللي هو المفروم الاقتصادي ده مثلا على صينيه كوسه بالبشاميل، او مثلا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، اخد معلقتين مفروم احطهم في طبيخ لوبيا، طبيخ باميه، طبيخ بسله، يبقى الطبيخ كله باللحمه المفرومه كده، تمشي حالك بالنظام ده. التوفير يا بنات قصة كبيرة قوي، لكن لما بتاخديها كنظام حياة بتبقى حلوة قوي، ما بتبقاش صعبة، بل بالعكس ده بيبقى نظام حياتي. دلوقتي بتحطي مثلا معلقة الزيت في الحلة عشان تعملي رز، غير الاول لما كنا بنصب بالثلاث اربع معالق من غير ما نحس. لا دلوقتي اللي هو شويه هو كده كده هيحمر يعني. والله انا مش ممكن ما اكونش مزنوقه، ممكن ما اكونش مثلا في حاجه، لكن اللي هو انا ممكن الازازه بدل ما هتكفيني اسبوع ممكن تكفيني 7 8 ايام. هو التوفير اساس الحياه في كده. عايزه اقول لك توفير كمان الاكل البايت جميل جدا، ما استهترش مثلا بمعلقتين الرز اللي اتبقوا عندي واقوم رمياهم، ما استهترش مثلا عندي بشويه طبيخ واقوم رمياهم، او شويه شوربه، لا شويه شوربه مش هتستخدمها، اعملهم في كيس وارميهم في الفريزر، هينفعوكي في يوم ملوخيه، يوم اي طبيخ وانت ما عندكيش مرقه دجاج. شويه رز حتى لو مش هيتاكلوا، ده الرز ازاي بعد ما احطه في الفريزر هرجع اسخنه واكله تاني واكله تاني، ده شويه معلقتين، المعلقتين دولت ممكن يكتروا لك وجبه برجر. زي ما قلت لك بنطلعهم نطحنهم في الكبه ونطحنهم وكده، ومع الحاجات بيكتر، بدل ما ازود برجر، بدل ما ازود عيش، بدل كده اهو بيوفر لي حاجه تانية. كل حاجه وليها احتياجاتها. عايزاكم ما تبخلوش عليا باللايك لو حاسه ان انت استفدتي حتى لو معلومه واحده، ما تبخليش عليا باللايك، ويلا بينا ندخل على الوصفة. عايزة اقول لكم الوصفة بتاعت الايدين لتبييض وتنعيم الايدين. اول حاجة خالص عندنا مثلا عقل في ايدينا، عندنا اي حاجة، بتجيبي مع نعملي سكراب. تعملي سكراب ازاي؟ اللي هو معلقة سكر ومعلقة عسل اسود و مثلا عصرة ليمونة. طيب ما عنديش عسل اسود، معلقة سكر على معلقة قهوة خلاص، وعصرة ليمونة، وابدا ادلك ايدي واعمل سكراب ليها يعني مش اقل من 10 دقايق. لو حاسه ان سكر التموين بيبقى خشن عليكي قوي شوفي سكر عادي، لو حاسه ان ما عنديش الا سكر التموين يا مسك اعمليه بملح، يبقى ملح وزيت زيتون خلاص، وابدا اعمل سكراب بحيث ان انا انزل كل الجلد الميت اللي في ايديا. بعد كده المهم صلى على النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد ما عملت سكراب لايدي بقوم جايبه معلقه من النشا، تمام، على معلقه زبادي وعصرتين ليمونه ومعلقه عسل ابيض، وابدا اقوم ضاربه ده كله في بعضه، كلها مكونات طبيعيه، واقوم حطاها على ايديا وافضل ادلك في ايدي. طبعا انا فتحت المسام وعملت الجلد الميت وكل حاجه، وابدا البس. شفتوا يا بنات الجوانتيات بتاعت الدكاتره بتتباع في الصيدليه، اللي هو الجوانتيات البيضه دي، والله البسي، او ممكن اقول لك البسي اكياس بس هتبقي انت متضايقه خلاص. هاتي بقى انت الجوانتي اللي هو الابيض في الصيدليه ده والبسيه خلاص، واشتغلي عادي في بيتك، وانتي مثلا بلاش غسيل مواعين، بس مثلا اشتغلي عادي بيتك ونصي بتروقي مش عارف ايه وكده، وافضلي لابساه مش اقل مثلا من ساعه، او البسيه ونامي. لو هتعمليه بالليل او هتعمليه الظهريه وهتنامي البسيه بايدك بحيث انك ايدك مش هعرف اشتغل بالجوانتي او كده بالجلافز. اعملي الحاجات دي ما يبقاش وراكي حاجه، يا اما تبقي قاعده مثلا بتتفرجي على التلفزيون، يا اما قاعده بتصفحي مثلا على حاجه، يا اما فارده جسمك مثلا ونايمه كده، والبسيه. واصحي مثلا بعد كده قومي شاطفه ايديكي واتفرجي على البياض الناصع، اتفرجي على اللمعان والبياض القوي. عايزه اقول لك مفيش احلى من كده، كلها حاجات طبيعيه من البيت هتخلي ايدك فله. طب ما عنديش مثلا نشا، ما عنديش اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، عسل ابيض، الكلام ده، يبقى بعد السكراب هقوم عامله ايه؟ تجيبي معلقه فازلين وتعصري عليها نص ليمونه كامله، واقوم مقلباهم مع بعض. ممكن الفازلين ما يندمجش قوي مع الليمونه، بس اهو يعني بحاول ان انا ادمجهم، واقوم حطاهم على ايدي.
عايزه اقول لك والبسي برضو الجوانتي ده. الجوانتي ده يا بنات عامل اساسي في تفتيح الايد، بيخلي الايد تمتص الحاجه دي. اتفرجي لو ايدك بقى ايه والله العظيم تبقى تحفه، وتبقى جميله كده ومقلبظه كده وجميله وتبقى تحفه كده. لو فيها اي سواد او اي حاجه او اي تشققات او اي حاجه، كل ده هيروح. بل بالعكس كمان ان الفازلين هيقوي الضوافر بتاعتك، هيخليها جميله كده. كمان عايزه اقول لك البنوتات اللي بتحب تربي ضوافرها، كل يوم تمام ما تنسيش انك يعني امسكي فص توم ادعكيهم في الضوافر. ولا هقول لك بقى هاتي حاجه من الصيدليه ولا الكلام ده، واتفرجي على اسبوع واحد واتفرجي على طول وجمال ضوافرك وبياض ايديكي ونعومتها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تبخلوش عليا لو بلايك حتى يا بنات. واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الصلاه على النبي كنز كبير. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. اترككم في فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.